عمرها ما هتيجي. يعني حضرتك عشان تجيب 12,500 وتحطهم في النادي الاهلي في الجزيره مستحيل، ده حتى امنيا صعب جدا. يعني انت بتقولي حضرتك ان النادي الاهلي مش هيجي في انتخاباته 12,500 بالظبط. في انتخاباته؟ لا في انتخاباته، لا انا بتكلم عن اللائحه. انتخاباته دي بتبقى حاجه ثانيه خالص. يعني ايه حاجه ثانيه؟ يعني امنيا برضه حاجه ثانيه. انتخابات الاهلي يوم 14 اغسطس 2009 كان فيها فوق ال 21,000. انتخابات الاهلي في 29 مارس 2014 اللي حضر حوالي 17,000، لان المهندس محمود طاهر جاب 12 وشويه والمنافس بتاعه جاب 4 وشويه. فادي 17,000 وادي وحاجه و20,000. فالناس بتنزل لما يكون عايزه، لما يكون في حاجه تنزل. النادي الاولمبي ينزل له 5,000 وشويه، بس ده برضه مش الموضوع. طب الناس تنزل ليه بقى؟ ما هي لازم تنزل الناس عشان دي لائحتها وهي اللي هتتعامل إيه فيها بعد كده وهي اللي هتطبق عليها. انسي النادي الاهلي، انا عايز بقى اعمل حاجه كويس. قولي لي بقى تعالى يا فلان انزل عندي اعمل اللائحه دي عشان انا عايز اعدل كذا. اذا انا قدرت اقنعه ان التعديله اللي انا هعملها ديت هتفرق معاه في حياته، هتفرق معاه في جوه النادي، اكيد هينزل، اكيد هيجي. وانا باكد لحضرتك لو الناس اتكلمت في حاجات منطقيه واقنعت الناس ان هذا الامر شيء ضروري يجي، الناس هتيجي وتنتخب وتعمل التصويت. طيب هنقول اصلنا في شهر اغسطس، اصلنا شفيت، نعملها في شهر فبراير، نعملها في شهر ايا كان. لكن خلينا نتكلم على حاجه ثانيه. ما هو لازم حضرتك حددتهم انهم لازم خلال السنه دي يعني اغسطس سبتمبر انت لازم تخلص اللائحه وتخش في الانتخابات. كويس. لغايه 30 نوفمبر تبقى خلصت انتخاباتك كمان. طيب خلصت انتخاباتي في 30 نوفمبر ونجحت، ممكن في شهر 12 اغير اللائحه. اعدي اللائحه. طب اذا انا عايز يعني. طيب قبل ما اتكلم عن النادي الاهلي، لا سيبك من النادي الاهلي، نتكلم عموما. هو ايه النقط اللي الناس عايز عنها. تسال؟ انا اللي هكلمك عن الناس لان انا عندي كل الاستفسارات. طيب انا بس عندي سؤال عن اللائحه الاسترشاديه. يعني ليه تحديدا اللجنه الاولمبيه هي اللي تبقى مسؤوله على الانتخابات واللوائح وحطها والاشراف عليها؟ يعني فين السند القانوني ان اللجنه الاولمبيه هي اللي لازم تبقى عامله ده؟ القانون. قانون ايه؟ قانون الرياضه الجديد. قانون الرياضه الجديد هو اللي اداها ده. مكتوب كده تضع اللجنه الاولمبيه لائحه استرشاديه كده اهو في الماده 4. بس ده مش موجود بره. بره فين؟ يعني اللجنه الاولمبيه الدوليه ما تقدرش مثلا تروح لكابتن حسن مصطفى في الاتحاد الدولي وتقول له لا انا اشرف على انتخاباتك وانا اللي احط لك خد اللائحه وما الى ذلك. ده مش موجود بره، ده موجود هنا بس. بالظبط يا فندم. اللائحه دي موجوده لغايه كام؟ 30 نوفمبر. هل مش 30 نوفمبر لغايه 31 اغسطس. تمام. هل اللجنه الاولمبيه بعد 31 اغسطس ليها علاقه باي حد في مصر؟ هتبقى في مركز تسويه المنازعات. لا يا فندم خلاص، ما هو مركز اللجنه الاولمبيه الدوليه في مركز تسويه المنازعات. ما هي هتبقى هو لا يا فندم رئيس. معلش خلينا نتكلم على حته. لا سيبك من رئيس. هيبقى رئيس مركز تسويه المنازعات. معلش دي كلها حاجات خلينا تاني بس عشان نشرح للناس. اتفضل. حضرتك بتقولي اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه يا جماعه مسؤوله عن اللائحه الاسترشاديه لغايه 31 اغسطس. اذا الجمعيه العموميه بتاعت اي نادي كملت خلاص اللائحه الجديده بتاعتها بقت هي لائحه النادي. اذا ما كملتش بقت اللائحه الاسترشاديه هي برضه لائحه النادي. خلاص، ما اللجنه الاولمبيه مالهاش دخل في الموضوع. اصل حد يقول لك انتوا مدين للجنه الاولمبيه حق تعديل اللائحه الاسترشاديه. حق تعديلها وهي استرشاديه وهي لسه ما حدش عمل بيها. لكن من يوم ما تجتمع الجمعيه العموميه بتاعت اي نادي سواء اكتملت او لم تكتمل اصبحت اللائحه بتاعت النادي ايه؟ لو اكتملت الجمعيه العموميه بقت اللائحه الجديده اللي حطها النادي هي اللائحه. طب لو ما اكتملتش اصبحت اللائحه الاسترشاديه هي اللائحه اللي وافق عليها الجمعيه العموميه. طب لو بعد ما انا خدتها انا نادي واخترت اللائحه الاسترشاديه وخدت التصويت عليها وطبقتها، لو اللجنه الاولمبيه غيرت فيها حاجه تتغير عندي؟ ما تتغيرش خالص. خلاص مالهاش اي علاقه بيها. انا الوحيد اللي اقدر اغيرها الجمعيه العموميه بتاعتي. دي الطريقه ليه؟ دي المرحله الانتقاليه ما بين قانون قديم وقانون جديد. احنا في مرحله انتقاليه فحطينا دي لمده ال3 اشهر دول لغايه ما كل نادي يبقى عنده اللائحه بتاعته. خلاص اللجنه الاولمبيه مالهاش اي دور بقى في القصه ديت. اللي يغير بقى يغير مع نفسه كده ويغير اي حاجه. لكن هل بعد الجمعيه العموميه الخاصه بتاعت اي نادي اللجنه الاولمبيه ممكن تبعت له تقول له على فكره الماده اللي كانت كذا دي عدلها بقت كذا؟ لا يا فندم خلاص مالكيش اي علاقه بالقصه دي. فاللجنه الاولمبيه اتحلت. هنلتقط الانفاس وهنشوف تقرير VO عن الحقيقه عن اللائحه الاسترشاديه واعتراض الناس عليها واعتراض الناس على شروط الترشح، ونرجع نكمل كلامنا في اصداء الملاعب. خليكم معانا.